كيف أفشل الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي مؤامرات إيران ووكلائها؟ منذ فترة طويلة تحاول إيران إضعاف الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي بشتى الوسائل، فبعد خيانة 16 أكتوبر حاولت كسر أربيل بشتى الوسائل لكنها فشلت، وما القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العراقية إلا قرارات إيرانية تهدف إلى إضعاف الكيان الدستوري لإقليم كردستان والقضاء على البارتي، وهذا ما أوصل الأمور إلى هذه المرحلة العصيبة. والحال أن الحكومة العراقية مستمرة في انتهاكاتها لاتفاقياتها والدستور في كل مرة. تحاول المحكمة الاتحادية العراقية إضعاف الكيان الدستوري لإقليم كردستان بقرارات غير قانونية. ففي البداية استخدمت قضية الميزانية كورقة ضغط سياسية لتشجيع الشعب الكردي، ودائما ما أيد الاتحاد الوطني الكردستاني قراراتها، بينما كان بافل طالباني يتصرف كقائد في الحرس الثوري الإيراني وقائد للحشد الشعبي. الخونة الذين كانوا يصرخون بملء حناجرهم على شاشة التلفاز أمس مطالبين حكومة إقليم كردستان بتسليم ملفي النفط والإيرادات إلى بغداد، وأن الرواتب ستأتي في موعدها المحدد وسيتم حل كل شيء، لكننا رأينا تسليم ملفي النفط والإيرادات دون أن نرى حلا لمسألة الرواتب، بل لم يتم حل أي شيء. فبغداد مصرة على كسر إرادة الشعب الكردي والمساس بكرامتهم من خلال الموازنة والرواتب، لكن أولئك الجحوش بقوا مغمضي الأعين ساكتين. ومن أوراق إيران الأخرى لإضعاف إقليم كردستان إزالة المقعد الأخير للكوتا المكونات من الساحة، وذلك بقرار سياسي بامتياز، علما أن إقليم كردستان يعد أجمل نموذج للتعايش والحقوق الاجتماعية والدينية في عموم الشرق الأوسط بشهادة العالم أجمع. لعب الاتحاد الوطني مرة أخرى دورا رئيسيا في إنجاح القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية ضد حقوق مكونات إقليم كردستان، وعليه فقيادات الاتحاد الوطني شركاء في كافة جرائم المحكمة الاتحادية تجاه إقليم كردستان، وشركاء في الظلم والاضطهاد اللذين لحقا بمكونات إقليم كردستان. فمنذ أكثر من عامين لا يرغب الاتحاد الوطني في إجراء أي انتخابات بحجج وهي لأنه يعلم أنه سيتلقى هزيمة مدوية، ولكن وبعد ضغوطات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية تقرر إجراء الانتخابات، ونتيجة الأوضاع الداخلية السيئة للغاية للاتحاد الوطني ووجود قوائم مختلفة في انتخابات مجلس محافظة سليمانية، طلب الاتحاد العون من إيران. ومما لا شك فيه أن مفوضية الانتخابات العراقية تخضع للسيطرة الإيرانية التامة، وأن المتنفذين فيها هم من ينفذون سياسات إيران وموالون للحشد الشعبي. لذلك أعدت إيران خطة على عدة مراحل. ففي البداية رأت أنه لابد من التلاعب بأجهزة التصويت لزيادة نسبة أصوات الاتحاد الوطني والأحزاب الموالية لإيران. بعدها تم استبعاد 400 ألف شخص من التصويت في إقليم كردستان بحجة إشكاليات في بصمات الأصابع، معظمهم من جماهير وناخبي البارتي. 136 ألف شخصا في أربيل، 76 ألف شخصا في الدهوك، و20 ألف شخص في السليمانية. هؤلاء جميعهم كانوا ناخبي البارتي حرموا من حق التصويت. إيران أعادت هذا المخطط كمرحلة أولى في رفع نسبة أصوات وكلائها وإضعاف البارتي. أما المرحلة الثانية فكانت تجهيز قوات البككة والاتحاد الوطني وميليشيات الحشد الشعبي لمهاجمة قوات البيشمركة الكردستانية وإقليم كردستان من عدة اتجاهات، لكن من المستبعد أن يتم ربط أربيل ودهوك بخط الهلال الشيعي مثل كركوك، وأن لا يبقى هناك شيء اسمه إقليم كردستان. لم يتم زف البشرى السارة التي تحدث عنها عامل الدولة تركيا مراد قريلان بالكامل، لأن إرهابي البككة كانوا قد حصلوا على ضمانات من إيران لمهاجمة إقليم كردستان من بهدنان وقنديل، وأن تقوم قوات الحشد الشعبي والاتحاد الوطني بمهاجمة أربيل معا من ناحية المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد. كان من المفترض أن يزف قريلان هذه البشرى في اليوم الأول من عيد نوروز، لكن البارتي سارع إلى نزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة والخطيرة على إقليم كردستان، وأحبط المخطط الإيراني القذر. لذلك أعلنت وسائل البككة قبل اليوم الأول من نوروز أن بشرى قريلان كانت إسقاط 15 مسيرة تركية من قبل البككة في عام 23، لكن الحقيقة أن هذه لم تكن بشرى قريلان الرئيسية، بل البشرى الرئيسية كانت الهجوم على إقليم كردستان. لكن البارتي استطاع بقدرته السياسية هذه المرة أيضا
من فضح الخونة والإرهابيين وإذلالهم. كلما أحيكت مؤامرة ضد إقليم كردستان والبارتي تحاول البيكك خلق أرضية مناسبة لهذه المؤامرة من خلال وسائل إعلامها، فتقوم منصاتها الإرهابية الخاصة دهكبجا تكبا ملكبا بمهاجمة إقليم كردستان والبارزانيين وراء ستار الهوية الأبوتشية. فأنصار الباكك ممن تغابوا نتيجة نضال وعمل مضنين لفترات طويلة لا يعرفون من المستفيد من أقوالهم وأفعالهم. بالطبع فهذا أمر طبيعي، لأنه عندما يتعلق القضية بالكرد وكردستان يحتشد عموم الإرهابيين في الجبهة نفسها. يدرك البارتي جيدا أن هذه الانتخابات مصيدة كبيرة ومحاولة جادة لإضعاف إقليم كردستان، لذلك أكد في بيانه للرأي العام ودول العالم أجمع أنهم لن يشاركوا في انتخابات غير دستورية أعدتها دول خارجية لمصلحة أطراف داخلية. فالبارتي أحبط خلال نضاله الممتد ل78 عاما العديد من المخططات القذرة المماثلة. فعندما يقوم أعداء البارتي بإعداد مخططاتهم ضد البارتي يبدو أنهم يتناسون دوما أن البارتي يستمد قوته من إرادة الأمة الكردية ويتصرف وفقا لإرادتها، وهذا ما جعل البارتي شجرة البلوط الكردستانية لا يمكن القضاء عليها بالحرق أو القطع. المهم هو أن يضع البارتي حدا لإرهابي الباكك وخونة الاتحاد الوطني، وأن يقيمهما كميليشيتين إيرانيتين. فمكسب إقليم كردستان وكيانه الدستوري هو نتاج نضال الشعب الكردي والبشمركة ودماء آلاف الشهداء، ويجب أن يصان بالدم.